وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند اللحظة اللي عاتب ربنا فيها آدم وقضى بخروجه من الجنة، وسألنا السؤال المهم، هو ليه أصلا أخرجه من الجنة مادام آدم تاب واستغفر وتاب ربنا عليه؟ وإزاي كانت رحلة الهبوط دي؟ وإزاي قدر آدم وحواء إن هم يتأقلموا على العالم الجديد على الأرض؟ وإيه قصة قابيل وهابيل أولاد آدم؟ وإزاي قدر قابيل إنه يوصل خبر قتله لأخوه لأبوه وأمه؟ وأخيرا إزاي كانت الحياة على الأرض بعد وفاة آدم؟ هو ده بقى اللي جاي أحكيه لك النهاردة في الحلقة الثالثة والأخيرة من قصة آدم، فيلا بينا. أنا عايزك تعرف إن مسألة الهبوط والخروج من الجنة ما كانتش سهلة أبداً على آدم وحواء، بصراحة إحساس صعب قوي، وأنسب وصف ليه هو اللي ربنا وصفه بيه، الشقاء، وقال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فقد إيه كان موضوع الهبوط على الأرض صعب على آدم وحواء، فصعب قوي إنك تكون عايش في الجنة وتعرف تعيش في غيرها، فصعب إنك تسيب عالم الغنى والقصور والنعيم وتروح لعالم الكد والشقاء والحر والعناء. ده كفاية وجع اللحظة اللي اتفتح فيها أبواب الجنة وخرج منها آدم وحواء، محطة جديدة رايح ليها آدم وحواء ومش عارفين رايحين فين ولا هيعملوا فيها إيه. خرجوا من الجنة عشان تبدأ رحلة الهبوط المريرة للأرض، والعقاب الأكبر في الرحلة دي مش الهبوط، لكن هو إن إبليس هبط معاهم عشان يكمل حرب الحسد والكراهية لآدم وذريته من بعده. وخلينا نقف عند رحلة الهبوط شوية ونروح نجاوب على السؤال المهم، هو ليه ربنا أخرج آدم من الجنة مادام آدم تاب واستغفر وتاب ربنا عليه؟ والجواب على ده باختصار إن ربنا هو اللي توعد إن الأكل من الشجرة هيترتب عليه الخروج من الجنة، فأصبح قدر كوني لا مفر منه. فربنا هو اللي قدر إن الأكل من الشجرة يعني الخروج من الجنة، والتوبة والاستغفار يعني الخروج من النار. فزي ما المعصية منعته البقاء في الجنة، فالتوبة منعته دخول النار. وبمعنى تاني فالتوبة منعت آدم من دخول النار، لكن ما منعتوش من الخروج من الجنة. فأمر كوني ربنا قدره، مقدمة ونتيجة. فربنا بنفسه سبحانه وتعالى هو اللي أوجب إن آدم لو أكل من الشجرة هيخرج من الجنة، فأخرجه حتى لو تاب واستغفر. وتعالى تاني نرجع لمشهد ورحلة الهبوط. قبل نزول آدم للأرض ربنا أراد إنه يطلع الملائكة على قدرات آدم اللي اصطفاه واختاره خليفة ليه في الأرض، فعرض على الملائكة شوية أسماء وأشياء بيجهلوها وسألهم عنها، فعجزوا إنهم يعرفوها وعرفها آدم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فلما ما عرفوش ربنا قال لآدم أنبئهم بأسمائهم. وهنا بقى أدركت الملائكة قيمة بني آدم على الأرض وعظيم مهمته. وتعالى بقى نتخيل مشاعر أبونا آدم وأمنا حواء في أول يوم ليهم على الأرض. أول ما نزل آدم وحواء على الأرض عرفوا معنى الشقاء اللي ربنا وصفه ليهم لما قال لهم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. نزلوا على الأرض ولقوا كل شيء فيها مختلف. وخد بالك إن التحذير والضمير هنا راجع على آدم لوحده، فتشقى. فالشقاء والتعب في الأرض مفروض ينتظر آدم لوحده، فالأصل إن الراجل هو اللي بيشيل التعب والمسؤولية مش المرأة. فنزل آدم وحواء على الأرض ولقوا كل شيء فيها مختلف. أول ما لمست رجليهم الأرض لقت صخور وتربة خشنة، ولقوا نفسهم بيصعدوا جبال وبينزلوا أودية. إيه ده؟ أمال فين طرق الجنة المستقيمة والممهدة والناعمة؟ اتنفسوا هوا الأرض لقوه مختلف. أمال فين هوا الجنة؟ مفيش. أمال فين عطور وروايح الجنة؟ برضه مفيش. فرق مهول بين الجنة اللي اترصفت الطرق فيها بالأحجار الكريمة واللؤلؤ والياقوت والمرجان، وبين الأرض اللي الطرق فيها كلها صخور وطين. فرق بين أنهار الجنة اللي قعانها منقوشة باللؤلؤ، وما بين أنهار الدنيا اللي قعانها عبارة عن طمي وطين. فكل شيء على الأرض مختلف. لقوا فرق ما بين الجنة اللي ما فيهاش شمس ولا حر، وما بين الدنيا وحرارتها المرتفعة. لقوا على الأرض شيء جديد اسمه الشمس، وسخونة ودرجة حرارة عالية، بعد ما كان في الجنة ما فيش لا شمس ولا حر. لقوا نفسهم بيعرقوا لأول مرة، بعد ما كان في الجنة ما فيش لا ريحة ولا عرق. وشوية ولقوا نفسهم بيعطشوا، بعد ما كان في الجنة ما فيش لا ظمأ ولا عطش. وبعد شوية قرصهم الجوع، ولقوا نفسهم لازم يروحوا يدوروا على حاجة يسدوا بيها جوعهم. بعد ما كان في الجنة بتجيلهم المشويات والفواكه والحلويات اللي ملهاش وصف ولا حصر. وشوية ولقوا الليل دخل ومحتاجين يناموا، بعد ما كان في الجنة مفيش لا نوم ولا تعب. وتخيل ان دي اول ليلة يناموها على الارض. ناموا لما قاموا اتفاجئوا بحاجات غريبة. اتفاجئوا بطيور هنا وطيور هناك غير اللي شافوها في الجنة، وحيوانات بتطارد حيوانات وبتفترس حيوانات. ولقوا نفسهم مفروض عليهم يمارسوا مهام ما كانتش موجودة في الجنة. الموضوع صعب والتغيرات صعبة، لكنهم اتأقلموا، لأنهم كانوا عارفين من أول لحظة إن الأرض دي دار ابتلاء، وإن ملذاتها ما بتحصلش إلا بالكد والتعب. وده اللي ساعدهم في إن قلوبهم تفضل متعلقة بالجنة، على أمل إنهم يرجعوها في يوم تاني من الأيام. فآدم وحواء تأقلموا وتعايشوا مع القوانين الجديدة على الأرض. أجساد بتتعب وبتعرق وبتحتاج لراحة، أمور ميكانيكية لابد منها، ونظام ثابت وضعه ربنا للأرض.
وبالفعل اتأقلم آدم وحواء وصنعوا ليهم بيت بيحميهم من المطر والبرد والحيوانات، وصنعوا الملابس وربوا المواشي وأشعلوا النار، وكل ده بهدف نشر التوحيد والشوق للجنة من جديد. وكسنة من سنن الحياة إن بعد كل تعب لازم تيجي لحظات فرح. حملت حواء بعد شهور بأول مولود في البشرية عشان يونس عليهم وحدتهم ووحشتهم، وشوية ربنا يرزقها بالتاني والتالت، وبدأ الجنس البشري يزين الأرض ذكور وإناث، وكبر الأولاد وكبرت على آدم المسؤوليات، وظل آدم بين ولاده بيدعوهم للتوحيد والعدل. وكامتحان للعدل ده طلب في يوم من الأيام من أولاده قابيل وهابيل إنهم يقربوا لربنا قربان، فجاب كل واحد منهم بالفعل قربان من اللي بيملكه. فربنا أوحى لآدم إنه تقبل قربان هابيل وما تقبلش قربان أخوه قابيل. فقابيل لما سمع ده اتجن وغضب، ومين طبعا اللي استغل الفرصة دي؟ طبعا إبليس. فمع وسوسة الشيطان فكر قابيل إنه يتخلص من أخوه هابيل، وهنا بيتحقق اللي ربنا أخبر بيه آدم من إن الأرض كلها عداوات ومحن لما قال له اهبطا بعضكم لبعض عدو. فقابيل دفعته أنانيته في إنه يروح لأخوه يقول له كلمة غريبة قوي، إنه يقول له لأقتلنك. وعلى الرغم من إنه كان يقدر يقتله من غير ما يقول له كده، إلا إنه اختار إنه يروح لأخوه يعلمه بنية قتله. فكان بده أكتر خسة من أي قاتل تاني بيقتل غدر. والشخص ده كتير في حياتنا قوي، بتحسه بيتلذذ وبيستمتع بالأذية، عشان كده بتلاقيه دايما بيستثمر فرص أذيته للناس، وبيحاول بكل فرصة أذية يوجعهم بأكبر قدر ممكن. فإن كان قتله ليه هيأذيه، فأذية إخباره بنية قتله هتأذيه أكتر، لأنه هيعيش طول الوقت في خوف وترقب وقلق. أنت متخيل وجع هابيل لما أخوه راح له وقال له لأقتلنك؟ لكن العجيب مش ده، العجيب هو ردة فعل هابيل عليه. رد هابيل عليه بمنتهى الهدوء وقال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وبالفعل في يوم اتسلل قابيل لأخوه قتله، والأول مرة على الأرض تنزف الدماء ويقتل الإنسان. وكان الداعي ورا ده هو الغيرة بين الإخوات. وبمنتهى القسوة شاف أخوه بينزف قدام عينيه وبيرتعش لغاية لما صعدت روحه وفارق الحياة. وطبعا وقف قابيل القاتل مندهش وندمان بعد ما الشيطان صور له إن الأرض ما تسعش إلا هو أو أخوه بس. اكتشف بعد الندم إن الأرض كانت تستوعبه هو وأخوه مليارات من البشر كمان. هنا بس أدرك قابيل إنه خسر أهم شيء ليه في الحياة وهو أخوه، وإنه أصبح من غير أخ. إحساسه وجع مش هيحسه إلا اللي مات له أخ. شال أخوه هو غرقان في دمه ومش عارف يروح بيه فين، ولا إزاي هيقول لأبوه وأمه الخبر، وإزاي بعد كده هيقدر يبص في وشهم أصلا أو يتعامل معاهم تاني من جديد. فضل شايل أخوه كأن الحياة ضاقت واتقفلت بيه وكأنه اتشل في مكانه، وخصوصا بعد ما شاف غراب بينبش في الأرض وجنبه غراب ميت عشان ربنا يوريه كيف يواري سوءة أخيه. وبعد ما انتهى الغراب من عملية الحفر، زحزح جسد الغراب الميت في الحفرة وردم عليه التراب بمنقاره. وهنا حس قابيل بالعجز وقال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. ودفن أخوه ورجع قابيل وهو أول من سن سنة القتل على الأرض. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. ورجع قابيل لأبوه وأمه بعد ما الدنيا اسودت في عينيه بموت أخوه، لغاية لما التقت عينيه بعيون أبوه وأمه، فأخبرهم بجريمته كأنه ضربهم بخنجرين في قلوبهم. وكان ده أول ابتلاء لآدم وزوجته بعد ابتلاء الخروج من الجنة، وهو ابتلاء موت وفقد الابن. وده آدم لأول مرة مرارة فقد الابن وفجعه ابنه بابنه. ومن هنا ظلت الابتلاءات بقى تزيد على آدم وحواء في كل يوم، وكل يوم بيقل تعلقهم بالدنيا وبيشتاقوا للرجوع للجنة. وكبر آدم وحواء بعد ما عمروا الأرض بالذرية والتوحيد والعمران والبنى، لغاية لما جت لحظات الفراق للدنيا بحلوها وبمرها، بذكريات الجنة ومعاناة الأرض. مات آدم وحواء ومات قابيل، وظل بعدهم أحفاد بيعبدوا ربنا ويوحدوه. وخلال المدة دي كلها ما عرفتش الأرض الشرك بالله، ولا بقى عبادة الأحجار ولا عبادة الأشجار، رغم المحاولات الكتيرة من إبليس لمحاربة التوحيد. لغاية لما إبليس جاله فكرة شيطانية سهلت عليه نشر الشرك وإبعاد الناس عن التوحيد، ومن غير ما يحسوا كمان. فكرة كلها تلبيس وشيطنة، فكرة هتكون الأولى من نوعها اللي هيغوي بيها ذرية آدم ويبعدهم عن التوحيد. فيا ترى إيه هي الفكرة الشيطانية اللي قدر بيها إبليس وبعد 1000 سنة من التوحيد النقي لله على الأرض إن يسوق البشرية للشرك والوثنية؟ ومين من الأنبياء اللي هيقف في المرحلة دي لإبليس وأعوانه؟ لغاية هنا انتهت أحداث قصة آدم، واللي لو عجبتك أو عجبك شيء فيها فياريت تكرمنا برأيك وتقييمك عشان نقدر نكمل. سلام.